السلام عليكم، اهلا وسهلا. سمعتي لي التقرميشه؟ وقيله هادو احسن مملحات غادي تجربي بعجينه المسمن. فيهم الهشاشه وفيهم القرمشه وبنانين بزاف، بحد الحشوه. ما غاديش تشحري، ما غادي طيبي، غادي ديري كل شيء وتعمري. يا سلام. هنايا بالنسبه ليا في العجينه خديت 5 الكيسان ديال الطحين اللي هي نص كيلو ديال الطحين، مع كاس ديال الفينو دقيق القمح الصلب، مع معلقه ديال السنيده او معلقه العسل، 3 د المعالق ديال الزيت النباتي نعبرو بالمعلقه الكبيره، ومعلقه د الخل والملحه حسب الذوق، وواحد الساشي د الخميره د الحلوه اللي كيوزن 8 غرام. الدور ديالها كتعطينا الهشاشه في هاد العجينه ديال المسمن. انا نعطيك جميع الاسرار ديال هاد العجينه هادي باش تولي عندك معتمده، يوليو عندك واحد المملحات بلا هكا. الناس اللي ما قريباش ليهم هكا العجينه، عفوا الورقه ديال البسطيله، يعتمدوا غير هاد العجينه هادي في جميع المملحات. ما نقولش لكم كي كتجيب البنه خطيره. الوصفه سهله مهله، ولكن النتيجه والله العظيم الا روعه. اول حاجه كتبسبسي داك الدقيق، وعاد كتبقاي تزيدي الماء بشويه بشويه. ضروري ما تبسبسي داك الدقيق حتى كي يدخلوا فيه داك المكونات اكثريه الزيت باش كي ينسجم لك مع الدقيق. هنايا فحال اللي كنديروا العجين المورق، هنايا ما كنجريوش العجينه، كنخليوها قاصحه، هي كنجمعوها من الدقيق وندهنوا واحد شويه ديال الزيت ونديروها في بلاستيك غذائي. هنايا غير جمعيها ما تدلكيهاش، والعجينه تكون قاصحه شويه، ماشي قاصحه بزاف ولكن شاده في راسها، ما تكونش خفيفه. صافي غنديروها في بلاستيك غذائي ونحطوها على جنب ترتاح. انا هنا كنت مزروبه بها، راه يلاه ارتاحت ليا 10 ديال الدقائق. هنايا كيف ما قلت لكم الحشوه عندنا ما كتشحر، ما كتشحري ما والو. كتشدي واحد الهاشوار كديري فيها الشعريه الصينيه اللي كتكوني رطبتيها في الماء يكون مغلي واحد 5 دقائق، وكتصفيها. كتزيدي عليها واحد ربع ديال صدر الدجاج او نص ديال الدجاجه. كتزيدي عليها الفطر الاسود اللي كتكوني ديجا مرقداه حتى هو في الماء طايب، ومقطراه مزيان وغاسلاه مزيان من داك الاتربه اللي كتكون فيه، كيكون فيه التراب بزاف. هنا كطحنيهم مع بعضياتهم. ما تكتري لهمش الطحين بزاف باش ما كيتنيلوش بزاف، غير كتهاشيهم هكا، يعني كيوليو هكا مهاشيين مقطعين، يعني الصدر ديال الدجاج ما باينش، كذلك شامبينيو ما باينش، والفيرميسيل حتى هو كيكون مقطع طريفات صغيورين، ماشي طريفات صغيورين، راه طريفات صغيورين بزاف بزاف. راكم عارفين الهاشوار كتهاشي كل شيء. هنايا عسلت واحد البصيله، شحرتها مع شويه ديال الزيت والزبده والمليحه. صافي غنزيدها على هاد المكونات، وغادي نزيد العطريه اللي هي العطريه ديال الحوت، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره فيمي، شويه ديال الخرقوم، الملحه والمعدنوس. ما نقولش لكم هاد الحشوه شحال كتجي بنينه، كيجي فيها فحال المذاق ديال الحوت نهائيا واش كيجي فيها المذاق ديال الدجاج. كنديروا شويه ديال لاصوص الصوجه، واحد 2 معالق كبار عامرين مزيان. والحار اختياري، بغيتي ديري الهريسه، بغيتي ديري بودره، اختياري الحار. كتخلطي مزيان، والملحه كيف ما قلنا حسب الذوق، يعني كتذوقي وكتخلطي الحشوه ديالك وكتخليها على جنب. كترجعي العجينه من بعد ما ارتاحت، انايا خليتها هنايا 10 دقائق. الا كان عندك الوقت خليها حتى ساعه او نص ساعه. هنايا كندوز العجينه كنجمعها مزيان، كنديها ونجيبها فوق طاوله العمل غير واحد 2 دقائق صافي، وكنقطعها على 4. كندهنهم بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نخليهم يرتاحوا غير باش يعطيوني الطوع فاش نكون تنورقهم. صافي هنايا غنغطيهم بواحد بلاستيك غذائي ونخليهم تقريبا واحد 5 دقائق. بالنسبه للتوراق، هنايا خديت الزبده اللي ذوبتها مزيان، صفيتها وزدت عليها شويه ديال الزيت. صافي هي باش غادي نورق هاد العجينه هادي. صافي كدهني في طاوله العمل كدهني الزيت، ما دهنيش الزبده. لا دهنتي الزبده غادي يلصق لك هذيك العجينه كامله في طاوله العمل. ديري الزيت هو الاول، ورقي به حتى تورقي مزيان هذيك المسمنه ديالك، وديري الزبده في الوسط. بالنسبه للزبده كيف ما كنقول لكم، ممكن تخدموا بهذيك ديال التوراق
او ممكن تخدموا بديال الحلويات اللي بغيتو نتوما، غير هو فاش تكونوا باغيين تخدموا بهم خليوهم كيغلاو مزيان حتى كيتحيد منهم هذاك الحليب ديالو. عاد كنصفيوها ونخليوها نخدموا بها. هنايا كنشكل مسمنه عاديه، كنورقها، كندير الزبده في الوسط. عندي الزبده مخلطه مع الزيت، كنديروها في الوسط، كنطوي المسمنه عادي على 4 كيف ما معروف المسمن. صافي. وهنايا غنعاودو الكره الثانيه حتى هي غنطلقوها مزيان. يعني غير ورقوا، الا لقيتو ما تورقوا غير ورقوا، ضروري ركزوا على الجوانب باش كيجيوكم هكذا رقاقين. صافي كنولي ندهن بالزبده، وكندير الاولى اللي خدمنا كنديروها وسط الثانيه، يعني وحده قلب وحده. صافي. وكنطوي المسمنه على المسمنه اللي وسطها، وضروري ما تدهنوا بالزبده، كلشي واضح في الفيديو، بالزبده والزيت. صافي. وكنحطوها على جنب. حنا درنا يعني وحده وسط وحده، كانوا عندنا 4 الكويرات، درنا وحده وسط وحده. كنخليوهم يرتاحوا عاود باش يعطيونا الطوع باش نقدروا نطلقوهم. يعني ما كنخليهمش بزاف، واحد 5 دقائق كافيه، غير تكوني مغطياهم دغيا كيطلقوا لك. صافي. هنايا غنطلقها مزيان، غير ديري شويه ديال الزيت بطاوله العمل وطلقيها مزيان ورقيها حتى تولي رقيقه العجينه. هنايا كتضيفي الحشوه، كتباعدي شويه وحده ما بين وحده، وكديري واحد معلقه كبيره عامره مزيان ديال الحشوه. صافي. وكناخدو شي موس هكا يكون حاد شويه، وكنقطعو اشرطه، وكنحيدو بطبيعه الحال كنحيدو داك الزوائد ديال العجينه باش داك البريوات ما كيجيوناش فيهم العجينه بزاف. انتي هاد الشريط هذا الا كان عندك طويل بزاف تقدري ديري فيه 2 بريوات، انايا ما كانش طويل بزاف، يعني كنحيد داك الزوائد العجينه باش ما كتجينيش العجينه بزاف هكا في البريوه. صافي. هنايا كنشكلها على شكل مثلث كيف ما كتشوفوا معايا، طريقه سهله مالا، راه بحال اللي تشكلي البريوات في الورقه ديال البسطيله عادي، بحال اللي غتشكليهم هنا في الورقه ديال المسمن، عفوا في العجينه ديال المسمن. صافي. كنحيدو داك الزوائد. بالنسبه للفران انا كنشعلو فاش كنكون هكا كنشكل في هاد البريوات، كنشعل الفران كنخليه على اعلى درجه. يعني فاش كندخل اللاطه ديالي الفران كنخليها واحد 3 دقائق حتى 2 دقائق على اعلى درجه عندي، حتى كيبانوا ليا تنفخوا بداو كيتورقوا. عاد كنقص ليهم يعني نشم عليهم هكذا العافيه، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، يعني كيتحمروا مزيان وكيطيبوا على خاطرهم. هذا هو اسرار ديال الطياب ديال هاد العجينه ديال المسمن. يعني في الاول خاصك تكوني دايره عافيه، تكون يعني اعلى درجه عندك في الفران، تدخلي اللاطه ديالك حتى كيبانوا لك واحد 2 دقائق تنفخوا لك وبداو كيتورقوا. غادي تنقصي العافيه، غادي تنقصي لتحت المتوسطه وتخليهم يطيبوا في المهل. فاش كيطيبوا لك كيتحمروا لك من التحت كتولي تهبطيهم عاوتاني لتحت باش كيتحمروا من الوجه ديالهم على عافيه تكون مهيله، وكيطيبوا على خاطرهم وكيجيو طايبين من الداخل ومن برا ومحمرين. صافي. ني فاش كنشكلهم كندهنهم غير بواحد صفر بيضه مع شويه ديال الصوجه، وكندخلهم يطيبوا. وها نتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالهم، والله والله العظيم ما تشبعوا منهم، كيجي واحد اللذه فيهم. وديك العجينه د المسمن يا سلام كتجي مورقه. غنوضح لكم الصوره مازال في البريوه الثانيه باش تشوفوا التورق كيجي مورق بحال شكل العجين مورق. كتجي مورقه بزاف وكتجي بنينه. المذاق الحشوه كيجي بحال اللي دايرين فيها الحوت وهي بلا حوت. وما نهضروش على الهشاشه ديال العجينه، ما كتجيش نهائيا قاصحه، يعني كتجي هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه. صافي. فاش كيخرجوا تزينوهم باش ما بغيتو تخليوهم هكا خليوهم، بغيتو تزينوهم بهكا بالفرماج هكا مطحون مطحون كاع محكوك، زينوهم بالفرماج محكوك. صافي. هنايا غنوضح لكم الصوره مزيان. شوفوا
شوفوا لي التوراق ما شاء الله كتجي مورقه بحال اللي خادمينها كيف ما قلت لكم بالعجين المورق. وبصحة والراحة. ما تنسينيش الا عجبك الفيديو غير بواحد لايك الفيديو، يا ربي يجعلها في ميزان حسناتك، ومع السلامة.